اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ حشتوني جدا من الفيديو اللي فات. احنا النهارده الاكله طبعا معانا بسيطه جدا وسهله للعشاء، سجق بقى اختراع كده، يعني بنكتر فيه، بس هو ده مش موضوعنا. احنا عايزين نتكلم عن الدنيا اللي بتحصل دي، وعن بطلة قصتنا النهارده، وحواليها قصص كتير جدا، لان في فعلا يا جماعه قصص كتير جدا في الدنيا بصراحه عامله لي ذهول. مش عارفه العيب في مين بالظبط. ما هو اكيد كل الناس بتقول ان هي صح، بس مش عارفه مين اللي غلط ومين اللي صح. فبحاول اعرف مين اللي غلط ومين اللي صح، مش عارفه. كل ما الواحد يروح مكان جديد، عارفين انتوا الجلد اللي ما بيتغيرش وفي نفس الوقت بيتغير ب100 لون، جلد البني ادم. فمش عارفه، واحد كل ما يروح مكان، كل ما يقابل اشخاص يلاقيهم مستغلين وبيحبوا ياخدوا ما بيدوش. طول ما هما بياخدوا يبقوا كويسين جدا، طول ما انت مش تعرف تديهم حاجة او لقوا ان انت مش عندك حاجة تديها لهم، بيبتدوا ان هما لا، يعني مش اللي هما بيبعدوا بقى وهما ساكتين، لا للأسف بيبعدوا ويبتدوا ان هما يوحشوا فيك. تفهمني؟ يعني يبتدوا ان هما يقولوا ان انت لا، انت ما كنتش تمام، انت ما كنتش كويس، وينسولك كل حاجة حلوة. عارفين لما تبص تعمل مع حد 20 حاجة حلوة، وتبص تلاقيه تعمل حاجة مثلا وحشة، لأن البني آدم أصلا مش كامل، وتبص تلاقيه بيفتكر لك الحاجة الوحشة وبينسالك 20 الحاجة الحلوة. طب هو هل يا ترى هو عيب في مين؟ عيب في الشخص ولا عيب في الناس اللي مش كويسة؟ إن في ناس كتير كويسة، وفي ناس كتير قوي 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 مش كويسة، كتير قوي وفي كل حتة، الواحد بيلمسهم في كل مكان. استغلال. تبص تلاقي مثلا تدي لحد فلوس ويبتدي ياخد 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 ياخد، اول ما يلاقي نفسه ان هو مش هياخد منك حاجة تاني، تبص تلاقيه لا، مش عايز يديلك الفلوس اللي انت، وبيقول لك ايه، هو انت كنت بتجب عليا؟ طب راعي حتى ان انت مثلا جيت في يوم مثلا واحد وقف جنبك مثلا او اداك حاجة. دي مشكلة من ضمن المشاكل. طلع عند راجل عجوز ومخلف عيال كتير، وكل همه يدي للغريب والقريب لا، وتبص تلاقي مش عامل حساب اليوم ممكن عيل يقف جنبه في وقت شدة. والله انا بتكلم بجد من قلبي، مش عامل حسابه في يوم لو حد حصل له حاجة العيل ده هو اللي هيقف، زي اللي بيبني لعيال غيره ومش بيبني لعياله. مش عارفة اتكلم عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه. يعني الحاجات دي لما كنا بنشوفها في الافلام تقول ايه ده، هو فيلم عربي؟ لا، اللي بيحصل في الحقيقة اكتر كتير من اللي بيحصل في الافلام. والله من كتر الحكايات انا مش عارفة اجيب ايه ولا ايه. احنا كده كده هنتكلم يعني بتفاصيل عن كل حد مر، يعني هي بطلة، وكل حد شخص قابلته في حياتها. نسمي بطلتنا ايه بقى؟ اكيد هنلاقي لها اسامي كتير، بس برضو الجلد اللي ملوش لون وبيتغير ب1000 لون. في مشاكل كتير قوي في الدنيا، مش مشاكل اكل ولا شرب ولا مصاريف ولا فلوس ولا اي حاجه، لا لا لا. يا ريتها تهون على كده، ولا يا ريتها تبقى على قد كده وبس. لا، تبقى رايح مع حد مشوار يخص هو بتاعه ويتنك عليك، وتلاقي نفسك مثلا خرجت مثلا من مكانك اللي انت خارج منه يعني دوبك شغلك، ان انت دوبك تروح تعمل اي حاجة، تبتدي ان انت تروح عايز تعمل في حد حاجة كويسة وتخرج معاه مثلا تقضي له مصلحة ولازم انت تروح معاه، وبتدي ان انت تدفع من جيبك وتصرف، وفي الاخر تبص تلاقيه بيكلمك يقول لك ايه، يعني تحس ان هو مش طمران فيه.
فاهمين؟ تحس ان هو مش عاجبهم. طبعا احنا مش بنتكلم على شخص بعينه، احنا بنتكلم على حاجات اشخاص حقيقيه، وانا بتكلم على ناس حقيقيه، بس احنا بنعمم برضو يعني، تأدينا ان محدش يزعل والحدق يفهم. طب انت عملتي لي ايه عشان انا مثلا اعمل معاكي كده؟ عملتي لي ايه حلو عشان انا اعمل معاكي حاجه حلوه؟ لا، تقعد تعمل الحلو 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 الحلو، ومقابل تلاقي وحش وحش وحش. طب هي البني ادمين دي بتبقى يعني لما بتبتدي تاخد 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 تاخد، بتحسي بايه؟ يعني هي بتبقى بتشعر بايه البني ادمين دي؟ بتحس ان هي من حقها تاخد، ورغم ان هي المستفاده الوحيده، مش حد تاني مستفاد. انا نفسي اعرف بجد هما بيبقوا حاسين بايه. يعني الواحد لما بيلاقي نفسه حد ليه حاجه عنده بيبقى متضايق وضغطه عالي واعصابه يعني مشدوده، وبقى قاعد مش طايق نفسه، بحيث ان هو يعني، انتوا فاهمين طبعا، يبقى مش عايز حد يبقى له حاجه. تبص انت ليك عند البني ادم ده 20 30 حاجه، وهو لا مبالاه، ما هو مش موجود اصلا، هو مش هنا. لما يكون هو ليه حاجه واحده، تبص تلاقي 100 تليفون، تبص تلاقي عمالين يبعتوا. طب يا جماعه، طب ما انتوا عندكم، لا ما هو انتوا ده ملوش دعوه بده. انتوا فاهمين ازاي؟ لا، ده ملوش دعوه بده، دي حاجه ودي حاجه. حصل لي موقف في شغلي، موقف غريب جدا، مع ناس كنت فاكراهم صحاب، بس هم مش صحاب للاسف، يعني ممكن حتى كمان ما نحسبهمش زمايل يعني. ليهم مصلحة معايا، فابتدوا ياخدوا مصلحتهم. لا، في حاجة مش مشتركة ما بيني وما بينهم، لا هم عايزينها، هم عشان هم شايفين ان هي دي مصلحتهم هم. بس هو من حقي انا؟ لا مش مشكلة. ويقعدوا يلفوا ويدوروا بحيث ان الموضوع يبقى الصبب عندهم، هم غلط. طب انا يعني الواحد يزعل من مين ولا من مين ولا من مين؟ واحد مش بيزعل عشان فلوس، ولا بيزعل من مواقف، بيزعل من بني ادمين. نفسي اعرف هي البني ادمين دي بتبقى ناصحة، ولا هي عاملة نفسها ناصحة، ولا هي بتبقى ربنا غضبان عليها، ولا هي ايه بالظبط؟ عايزين نتكلم في حاجة حاجة، مش كل حاجة مع بعض. طب نبتدي بايه ونبتدي بمين؟ من كتر ما هم كتير مش عارفة نبتدي بايه ونبتدي بمين. بس كل اللي عارفه ان كل ابطال الفترة الجاية دي كلها اللي هتكلم عنهم كلهم مضرورين. فعلا فعلا فعلا، حسبنا الله ونعم الوكيل. مفيش حد فيهم ارتاح البال، اللي عيان، واللي عنده بنت حياتها مش حلوة، واللي اللي اتجوز وما عندوش راحة، ما عندوش استقرار، ولا في خلفة، ولا في صحة، ولا في مال، وما عندهمش مصدر رزق، رغم ان هم كانوا دايما عمالين يكبشوا الرزق بتاع ايه، بتاع اخواتهم، عمالين ياخدوه ويكبروا بيه شوية ناس جايبينهم من بره. شكل كتير. واحدة عندها مكان، تبص تلاقي اخواتها عايزين ياخدوه، رغم ان هم عندهم قد المكان 10 مرات. فاهمين؟ طب انتوا عايزين تاخدوا بيتي ليه؟ يعني انتوا عايزين تاخدوا بيتي ليه؟ تاخدوه ليه؟ ما شاء الله، كل واحدة فيهم، كل واحد فيهم، ولا كل واحدة حسب بقى راجل ولا ست، قاعد في مكان قد اللي انا قاعدة فيه 3 4 مرات. ده اللي حلي، سبحان الله. وانتي تاخديه ليه؟ مش من حقك. مشاكل كتير والله. انا هرتبهم وهنتكلم في قصة قصة، بس يعني حاجات كتير قوي 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 قوي، يعني وجع الواحد بطريقة. انا لقيت نفسي هي الدنيا دي مالها؟ بس هي مش الدنيا، الناس. هي الناس دي مالها عمالة جشع 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 كده ليه؟ تبص تلاقي حد خد منك مثلا مبلغ فلوس، تيجي انت مثلا لو احتجت مثلا جنيه منه،
لا معاش معايا والله. عارفين انتوا السلف تلف ورد خسارة، يعني ممكن حد يستلف مني مثلا مبلغ وقعد بعد شهرين تلاتة ادهوني مثلا، فجيت انا عقبال ما اطلع فوق طلبت مثلا مبلغ خفيف كده وكده ومش عارفه ايه. لا ما هو اصلي مش معايا. طب ماشي يا حبيبتي، طب ما انتي بتاخدي، طب ما تدي زي ما بتاخدي. لا ما اصل هو مبدأ فلان ان اللي بيسلف الفلوس لما بترجع تاني ما بتصرف، ما بترجعش فبيتبص فيها. طب طالما انتي هو ده مبدأك ما تاخديش، يعني طالما هو ده مبدأك اصلا في الحياة ما تستلفيش، ما تفتحيش باب ان انتي تاخدي عشان ما حدش يفتح ايه باب ان هو ياخد منك. لا بس هو حقها ان هي تاخد، بس مش من حق حد ان ياخد منها. انا عملت بلوك الناس كتير قوي، كتير قوي، يعني عملت حظر الناس كتير قوي. واحدة تتفرج على الفيديو ده المفروض ان هي يعني نصابة بس بشياكة. نصابة بشياكة. عارفين النصابين بشياكة، وتحب واستغلالية بالشياكة. مش عاجبها، يعني هي مش عاجبها تضحك على الناس، نصب على الناس مثلا في ألوفات، ولو لها عند حد جنيه تطلبه. والغريب ان تطلبه ببجاحة. يعني تبص تلاقي حد مثلا ليه عندها مثلا، والله دي حقيقة، والله يا جماعة أنا بتكلم فعلا كل ده حقيقة، 100,000، لو ليها عند حد 1000 تطلبها ببجاحة شديدة. طب ما هو فلان اللي عندك 100، طب ما هو لما انت بتطلبي بالبجاحة دي 1000، طب ما هو بقى المفروض بقى يجي يولع فيكي بقى في الجحر اللي انت قاعدة فيه. عايزين نتكلم عن حد، ده الفيديو ده احنا بنتكلم عن كله مرة واحدة، بس احنا فعلا محتاجين نتكلم عن حد شخص شخص، لان الواحد فعلا تعب وزهق من الناس. وكلكم طبعا اكيد كلكم عندكم حاجات كتير قوي في قلوبكم وهنتكلم عليها، بفضفض معاكم. ويا رب الواحد يرتاح نفسيا من اللي بيشوفه وابتدى يبعد عن كل الناس. ويا رب الفيديو يعجبكم والاكله تعجبكم. طبعا احنا عملنا سجق ورز بشعريه، وشفت طريقتي بقى السجق عامله ازاي، حطينا بطاطس معاها كده الصوابع بحيث ان هي تكتر. احنا عاملين ارنب يا جماعه، وحطينا بقى عليها بقى شويه فلفل الوان وبصل وكده عشان الموضوع، بس بصراحه كانت تحفه. وطبعا الاكله حلوه جدا والكلام هيبقى احلى جدا جدا، لان هنجيب كل حد قصته بالراحه وبهدوء بس في فيديوهات تانية، وان شاء الله تعجبكم. وشوفوا الناس بتعمل ايه، ويا رب كل واحد يفهم ان القصه عليه يبتدي يتغير، يا رب يبتدي يتغير. وتصبحوا على الف خير ان شاء الله الفيديو القادم. وصلوا على سيدنا محمد قبل ما تعملوا اي حاجه.